لما يكون مش عندي عيش ومكسله ان انا انزل اشتري في نفس الوقت، بيبقى بنص كيلو دقيق ممكن نحل الموضوع ونعمل كل الكميه دي. اسرع واحلى حاجه خبز الطاسه السريع. اصلا بحب ريحه العيش والخبز كده في البيت. اعملوه في البيت احلى واوفر، وللسندوتشات في المدارس خطير. تعالوا اقول لكم بقى بعمله ازاي. بس امانه عليكم ما تنسوش اللايك، مش عايزه اكتر من كده. لو عجبكم الفيديو طبعا اعملوا لايك، ولو ما عجبكوش برضو يبقى كتر خير. اول حاجه هنبدا بيها طبعا مقادير العيش بتاعنا، ودي ابسط منها مفيش. بصوا بقى، كل اللي انا محتاجاه بوله كده، وهحط فيها كوبايه كده من الميه، وهحط عليها معلقه كبيره من الخميره الفوريه، وعليهم معلقه كبيره من السكر، وهدوبهم كده مع بعض. الخميره بتاعتي انا عارفه ان هي كويسه، فما بعملش اختبار ولا اي حاجه، انا بشتغل على طول. بعد كده هنزل كده معلقه صغيره من الملح، وعليهم الدقيق كده هنخلهم كده على السريع. انا بستخدم دقيق كل الاغراض. نخلت الدقيق بتاعي بقى، هبدأ دلوقتي ان انا اعجن العجينة. انا حطيت كوباية مية واحدة بس للنص كيلو دقيق، طبعا ما بحطش اكتر من كده، ولما بعوز بحط تاني. هنا اهو لقيت العجينة ناشفة شوية وعايزة تتلم، فحطيت ربع كوباية من المية. زي ما اتفقنا كل دقيق غير التاني، فعشان كده ما بحطش مرة واحدة كوباية وربع. هلم بقى العجينة كويس اهو، عجنتها كده لمدة دقيقة كده تمام قوي. هغطيها بقى وهسيبها كده تخمر لمدة ساعة. اول ما الاقيها كده ملت البولة بتاعتي، هرجع ابدأ ان انا اقطعها اهي تمام كده. بصوا شايفين؟ خلاص بقى نبدأ نطلع منها الهواء. وتعالوا كده نحضر صينية على جنب فيها رشة كده من الدقيق، وهبدأ ان انا اقطع العجين واكوره كده بكور صغيرة حسب حجم الرغيف اللي انا عايزاه. اهو هبدأ اقطع كده العجين بايدي كده، وابدأ الفها كده بايديا، عشان بعد كده الرغيف شكله يبقى حلو وما يتعبنيش وانا بفرده. فرده سهل جدا، ما فيهوش اي حاجه. اهو هعمل الكميه بتاعتي. عايزين تكبروا تصغروا دي بتاعتكم حسب ما انتوا عايزين. كده تمام، خلصت الكميه بتاعتي. هغطيها وهشتغل على طول فيها، بس هبدأ من اول واحده انا عملتها. اهو هاخدها بقى كده، وشويه دقيق كده من تحت الرغيف بتاعي، ورشه دقيق كمان على وش الرغيف عشان ما تلزقش معايا وانا بفردها. وببدا ان انا كده بوسع كده الرغيف بتاعي من جوه لبره بالشكل ده، بحركه كده يعني دائريه على قد ما اقدر، عشان الرغيف بتاعي يعني يبقى مدور كده ويبقى حلو. اهو هجيب بقى صينيه واحط عليها فوطه، وهبدا اخد الرغيف كده بايديا، سهله قوي مفيهوش اي حاجه، ومش مش هيحصل له حاجه، وبالسمك كده، وهرفعه احطه على الفوطه. بس هغطيه، يعني هعمل بقى الكميه اللي عندي كده كلها واحطها على الفوطه واغطيها بفوطه كمان. هاخد التاني وهبدا ان انا افرد اهو. هلفها بقى بايديا كده. عايزه اقول لكم دي اسهل حاجه واسهل طريقه لفرد العيش. مش هياخد اي حاجه، ومش محتاج يعني مننا ان الواحد يكون شاطر قوي في العيش او كده. اسهل طريقه اهو. هعمل ده كمان معاكم عشان تشوفوه. اهو بفرده ازاي. طالما في دقيق من تحت ومن فوق مش هيلزق معايا ولا اي حاجه خالص. يعني لو خليتوه تخين شويه او رفيع، دي حسب برضه هتكونوا عايزين شكل الرغيف بتاعكم عامل ازاي. انا عملته بالشكل ده عشان يبقى زي بتاع بره بالظبط. كده تمام. هاخد بقى الطاسه كده بتاعتي واحطها على البوتاجاز على نار عاليه، عشان العيش يقب معايا كده ويتنفخ. اهو هحطه بقى في الطاسه، وهبدا ان انا اشتغل فيهم كده ورا بعض، مش بياخدوا اي حاجه خالص. واحد واحد كده بحطه، هبص الاقي الواحد هو من غير ما احط المعلقه ولا اعمل اي حاجه هو بيبدا يتنفخ كده. بس لازم تكون النار عندي عاليه. لو النار متوسطه او هاديه مش بيتنفخ بسرعه. فانا بعلي النار وبخلي بالي كده ما بتابعه، يعني وانا بعمل اي حاجه في المطبخ بكون خلصت الكميه اللي عندي كلها. لو احنا طبعا عايزين نضاعف الكميه او نكترها مفيش مشكله، زي ما انتوا عايزين. اللي عايز يجرب يبدا بنص كيلو بس يجرب.
لحد ما يتأكد إنه تمام وعجبه في البيت بيعمل الكمية اللي هو عايزها. أهو قلبته على الناحية التانية، ما خدش ثانيتين وشيلته، يعني ما بياخدش كتير على الناحية التانية، طالما خلاص قب واتنفخ معايا واستوى من تحت، فبتكون الناحية التانية خلاص مجرد بس أنا بديها يعني لون عشان بس يبقى يعني مستوي، لكن هو كده بيستوي يعني. أهو بصوا لونه بيتغير إزاي، بصوا بيقب إزاي ويتنفخ. طبعا بناخد اول واحد احنا فردناه، يعني بنبدأ باول واحد احنا فردناه برضه عشان يكون خمر شوية. اهو اتنفخ ازاي، هقلبه بطلعه على قماش بس مش بغطيه خلاص بقى، بسيبه كده يتهوى شوية وبعد كده بقى بلمه. اهو خلاص كده هطلعه، خلاص خد لون خفيف من فوق، مش عايزه انا اكتر من كده. هعمل ده كمان معاكم وكده تبقوا شفتوا طريقته اللي انا بعملها سريعا كده على البوتاجاز من غير اي حاجه، وازاي بيتنفخ معايا من غير ما مش محتاج اي مجهود يعني. اهو شايفين، وادي الكميه بتاعتنا بنص كيلو دقيق عملنا كل الكميه دي، وبقى عندنا عيش في اي وقت يعني يكون فيه العيش مقصر معانا مكسرين ننزل اي حاجه، يعني بيحصل في كل البيوت، بتبقى فيه كده ساعات مواقف كده الواحد يعمله على طول مش هياخد اي حاجه خالص. اهو ادي العيش اللي احنا عملناه في البيت حلو جدا، اعملوا بيه بقى سندوتشات، تعملوا بيه اي حاجه زي بتاع بره واحلى كمان. ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم، باي باي.